رجعنا لكم تاني وبرنامجكم تحكيم مع جريشة. هناخد المباراة الأخيرة النهاردة في التحليل، الأهلي وحرس الحدود. مباراة الأهلي وحرس الحدود مباراة كانت احتفالية قبل المباراة بتسليم درع الدوري للنادي الأهلي، وطبعا احنا كحكام أو كتحكيم مش طرف في قصة الاحتفالات. في المباراة دي تم تعيين حكم أحمد نظير من الوادي الجديد تكريم ليه، وكنت أتمنى أن يحصل تكريم فعلي بعمل ممر شرفي ليه. معانا السنة دي 4 حكام تم اعتزالهم. كنت اتمنى يتعمل لهم احتفاليه كل واحد في مباراه، كعمرو عبد الفتاح من اسماعيليه على ما اتذكر الاسماء، عشان بس انا بجيب الاسماء من الذاكره. عمرو عبد الفتاح من اسماعيليه اتعمل له ممر شرفي في مباراه قسم تاني، وكان حاجه كويسه جدا واحنا انبسطنا من المنظر. في 2 من الدقهليه، لجنه حكام الدقهليه عملت لهم احتفال بانتهاء مسيرتهم التحكيميه. الاسامي اشرف مسعد وحد تاني معاه على ما اتذكر، محمد سعيد واشرف مسعد. وفي طبعا زي ما قلت لكم احمد نظير من الوادي الجديد، ان كان في ماتش الاهلي وحرس الحدود. كان يعني كنت اتمنى زي ما هو متعين تكريم ليه ان يتعمل له ممر شرفي وينهي مسيرته التحكيميه بمنظر مشرف ليه في التحكيم. لكن في الاخر هو اتعين في المباراه عشان نهايه مسيرته التحكيميه، وهو حكم من المساعدين المميزين، ونهى مسيرته التحكيميه بعد مسيره طويله، وبنشكره على ادائه وبنشكره على شغله في التحكيم. هنتكلم بقى عن المباراة وأحداثها والحاجات التحكيمية فيها. طبعا كان الجمهور الأهلي وجمهور مشغول بالاحتفال، لكن احنا مشغولين دايما بالتحكيم وبنتكلم عن التحكيم وبنشوف الصورة وبنحلل الصورة قدامنا وبنتكلم عليها. في الدقيقة 2 في تسلل صحيح على النادي الأهلي من المساعد الأول، وكان موجود في مكان ممتاز. ولكن التسلل احتسبه صحيح، لكن هو المساعد الأول كان موجود في مكان سابق بمتر، وده اللي لاحظناه. مساعد مميز بياخد قرار صح، لكن تمركزه طول الوقت مش موجود بصوره صحيحه. ده كانت اول لقطه في الدقيقه 2، هو خد قرار صح بالتسلل وكان تسلل صحيح، لكن كان واخد متر زياده عن اخر تاني مدافع. التمركز الصحيح مهم جدا لاي مساعد، بالذات المساعدين الصاعدين الواعدين، عشان لما تخرج بطولات بره مش هتتحاسب بس على قرارك كتسلل صح او خطا، لكن هتتحاسب برضه على تواجدك وتمركزك في مكان مظبوط. ليه؟ لان في الفيفا والكاف بيقول لك لو انت مش موجود في تمركز صحيح، فانت احتسبت التسلل اللي احتسبته صحيح ده باي لك، بالحظ، وبالتالي كان لازم يقف في مكان. هو على فكره المساعد ده المشكله طول الماتش في القصه دي. ده موضوع سهل وسهل لمعالجته في مساعد مميز زي المساعد الاول اللي كان في ماتش الاهلي وحرس الحدود. التمركز لازم يتظبط الفتره اللي جايه دي. في دقيقه 11 الغاء هدف الاهلي من المساعد الاول، برضه زي ما قلت لكم كان متقدم حوالي وكذا سنتي. طبعا التقدم ده ادى شكل كبير لجمهور الاهلي ان التسلل مش صحيح. تم الغاء هدف طبعا في اللقطه دي ده 11. القرار كان صحيح، ورسم الخطوط عمرو الشناوي رسم الخطوط بصوره صحيحه، وكان فيه تسلل بجزء من القدم على مهاجم النادي الاهلي، والغاء الهدف صحيح. لكن برضه هرجع واقول المساعد اللي شكك الناس كلها لان تمركزه ما كانش مظبوط خد القرار الصح، ولكن كان متقدم حوالي متر، ولكن الغاء الهدف والقرار كان صحيح بالغاء هدف الاهلي في الدقيقه 11. في الدقيقه 28 كان في انذار مستحق على لاعب حرس الحدود، لعب بتهور مع ديانج ودخول بالرجل على القدم على القدم، فوت ان فوت، وده انذار مستحق على لاعب حرس الحدود في الدقيقه 28. في الدقيقه 33 محمد الحنفي كان في انذار مستحق على لاعب حرس الحدود اللي كان مستحوذ على الكره. هو استغرب ان خد هو الكره معاه، لكن الايد ممتده في وجه لاعب النادي الاهلي. الايد الممتده في الوجه ده بتتعاقب بانذار، وانذار مستحق. محمد الحنفي اداله انذار، وطبعا لاعب حراس الحدود اعترض لان كان الكره في حوزته. ومش معنى ان الكره في حوزتك القانون يسمح لك ان انت تخطئ والكره في حوزتك، لا، ايدك الممتده في وجه لاعب النادي الاهلي تعاقب بركله حره مباشره وانذار. وكان قرار صحيح من محمد الحنفي بخبراته الكبيره اللي كان موجود في مكان ممتاز. في الدقيقه 36 تسلل صحيح على لاعب الاهلي من المساعد الاول برضه. التسلل المره دي بقى في الدقيقه 36 كان تسلل صحيح وكان تمركز صحيح من المساعد. اتمنى كل تمركزاته يبقى باللقطه اللي شفناها في الدقيقه 36، وكان قراره صحيح. اي نعم كل قراراته كانت صحيحه، لكن تمركزاته في معظم القرارات او كلها ما عدا الدقيقه 36 كانت تمركزاته غير صحيحه. في الدقيقه 39 التسلل على لاعب الاهلي بعد عمل تاخير للرايه، ورفع بعد كده المساعد الرايه، وكان التسلل موجود وتسلل صحيح من المساعد. في الدقيقه 69 في انذار مستحق على حارس الحدود اللي ادعى الاصابه وعايز يضيع في الوقت. كانت النتيجه ساعتها طبعا تعادل في الوقت دوت 1-1، وهو كان بيضيع في الوقت. وحمد الحنفي طبعا بخبراته
نزل الجهاز الطبي وتعالج، وقام الحارس اداله انذار وانذار بسبب اضاعه الوقت، وقرار صحيح من محمد الحنفي وتصرف صحيح من حكم عنده خبرات كبيره. في الدقيقه 71 هدف الاهلي اللي تم احرازه هدف صحيح، لا وجود لركله جزاء قبلها، كان حسين شحات ان في ركله جزاء، لا وجود لركله جزاء ولا وجود للمسه يد على لاعب الاهلي، ولا تسلل، ما فيش تسلل على كهربا لما لعب الكره وصل الكره ما كانش متسلل، وبالتالي مراجعه حكم الفي ار لهدف الاهلي في الدقيقه 71 كان مراجعه صحيحه وهدف صحيح للنادي الاهلي. في الدقيقه 75 في انذار مستحق على لاعب الحرس، دفع كهربا، كان كهربا يعني بيتكلم مع لاعب من لاعب الحرس، جه واحد زميله دفعه في صدره واللعب متوقف، الدفع ده يعاقب بانذار، وكان انذار صحيح من محمد الحنفي في المناوشه اللي حصلت في اللقطه دي، وكان الانذار مستحق على لاعب حرس الحدود اللي دفع كهربا في صدره واللعب متوقف. في الدقيقه 78 كانت في مطالبه لكهربا بركله جزاء، اللقطه طبعا كهربا لما طالب الحكم بركله جزاء احنا قعدنا ندور على اللقطه عشان نشوف اللقطه دي فيها دفع، فيها مسك، فيها حاجه، اللقطه ما جاتش وما شفناش اللقطه، طبعا ما توفرش لحكم الفي ار لقطه تقول ان الكهرباء ركله جزاء، وبالتالي ما استدعاش الحكم، ما فيش حاجه تقول ان في ركله جزاء لان ما عندناش صوره تحكيميا نتكلم فيها، وبالتالي لما ما يكونش عند الحكم الفي ار صوره ما يقدرش يستدعي الحكم ويقول له انت عندك خطا بعدم احتساب ركله جزاء للاهلي واستمرار اللعب، كان قرار صحيح من حكم الفي ار لان ما عندوش صوره تقول ان في ركله جزاء للنادي الاهلي. في الدقيقه 98 كان في هدف للنادي الاهلي تم الغائه، طبعا الهدف تم احرازه وتم احتسابه في ارض الملعب، الحكم احتسب والمساعد احتسب، ما كانش فيه تسلل، لكن حكم الفي ار المميز عمرو الشناوي استدعى الحكم ان في لمسه يد على كهربا. القانون بيقول ايه؟ بيقول ان في حاله وجود لمسه يد للمهاجم متعمده او غير متعمده، الايد مش مكبره الجسم، جت عفويه وبعدها احرز المهاجم نفسه هدف مباشره في مرمى الخصوم او مرمى المنافس، يعاقب المهاجم بركله حره مباشره ويلغى الهدف. ده اللي حصل في اللقطه، اللي حصل ان الكره جت في ايد كهربا عفويه ما فيش فيها تعمد، الكره دي لو جت في ايد مدافع بالمنظر ده ما يعاقبش عليها بركله جزاء، لكن مع المهاجم الوضع مختلف، الايد العفويه دي يحاسب عليها كهربا لانه احرز بعدها هدف مباشره، وبالتالي الغاء الهدف كان قرار صحيح من حكم الفي ار المميز عمرو الشناوي، والحكم طبعا مشي لما شاف اللقطه، رجع راح شاف اللقطه ما خدش ثواني الحنفي لان اللقطه واضحه وصريحه والقانون واضح وصريح، رجع والغى الهدف واحتسب ركله حره مباشره لصالح حرس الحدود والغى هدف الاهلي في اللقطه دي. المباراه دي تحكيميا خرجت بدون اخطاء تحكيميه مؤثره على نتيجه المباراه، وفي تميز كبير من طاقم التحكيم. المساعد الاول كان اداؤه هايل وقراراته كلها مميزه، لكن الملحوظه الوحيده اللي اتكلمنا فيها هو التمركز بتاعه، محتاجينه يتمركز بصوره صحيحه عشان ياخد قرارات صحيحه في الوقت الصحيح، وبالتالي مش بس يبقى قرارك صح لكن لازم يبقى تمركزك صح عشان نكمل تميز المساعد. تحكيم مميز في مباراه كبيره الاهلي وحرس الحدود.